لي اوكي، حبوا الحاجات جدا ونزلوها عندهم لغايه دلوقتي عندهم، واشتغلت فتره مع النادي الاهلي. كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا جو؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا يوسف، 23 سنه، شغال دي او بي، سينماتوجرافر برضو. هندسه اتصالات، فملهاش اي علاقه بالكلام دوت. ايوه، بس بس دي هوايه. دي كانت هوايتي وانا صغير، بس لما حبيت اشتغلت اسيستنت مدرس ماث اساسا، عشان دي اللي كانت قدامي وكنت بحب الماثز وكده. فبعد كده قلت في النص، طب واخرتها ايه مم. بعد سنتين؟ مم. هطلع مدرس؟ طب ولا حاجه برضو. بس موضوع جه بقى ان انا كانت قصه طويله قوي لغايه ما وصلت هنا برضو. دخلت الكليه عن اقتناع ولا انت دخلتها يعني مجموعي كده؟ كان صغير قوي، في ثانويه عامه مم. كان اقل من 60%. فلما جاب لي معهد في كمبيوتر ساينس، وبعد كده لما عملت تقليل اغتراب كان مم. قدامي خانة واحدة بس عشان انا الدفعة القديمة. ايوه. فالخانة الواحدة دي حطيتها هندسة، كانت جنب بيتي، بس قلت ايه قشطة، يعني معهد وجنب البيت اكيد هيجيلي. مم. امي كانت بتقولي عمره ما يجيلك، جالي. الحمد لله. فقشطة يعني هندسة، وبعد كده حولت بقى الجامعة، فكانت حاجة يعني عملتها عشانهم هم، مش عشان انا بالنسبة لي كان لا، مش حابب عادي. الدنيا دي، بالظبط مم. عادي. انت حابب المجال اللي انت بتشتغل فيه دلوقتي؟ اه جدا. مم. ربنا يوفقك. يا رب ان شاء الله. عندك 4 كروت، عاوزاك تختار منهم كارت وتقولي مكتوب فيه ايه. علاقتك مع اهلك. علاقة رائعة أكيد. ايوه. ايه علاقتك مع أهلك ايه؟ لا والله عادي يعني، الشغل بيحكمني ان انا ما بقعدش في البيت كتير. فدايما لو كول او 2 في اليوم بتبقى كفاية. لو في اي حاجة بتحصل مثلا او حاجة بيكلموني على طول. وكمان عشان انا اكبر اخواتي وكده، فلو اي حاجة حصلت دايما بيقولوا لي او بيرجعوا لي كده يعني. متقعدش تتكلم معاهم؟ بابا ولا ماما أقرب ليك؟ لا يعني من زمان وانا في الحتة دي، اللي هو محدش قريب مني قوي، بس اللي هو ايه، عادي يعني، لو حد اتكلم معايا بكلم معاه عادي. مثلا ماما ممكن تحكي لي عن حاجات عندها، بابا نفس الكلام، بس بابا يعني قليل قوي ما بيعمل كده عشان شغله برضو كده، بس يعني مش يعني اكتر. هما اللي بيحكوا لك انت ما بتحكيش؟ اه نادرا يعني الصراحة. العكس بقى. اه. واخواتك؟ لا يعني قريب منهم حبتين عشان لازم اعمل كده. هم. بس فلو حد عنده حاجة بيحكي لي مش عارف ايه، حد مثلا عنده مشكلة، حد مش عارف، يقول لي بابا وماما حاجة الكلام دوت، أنا اللي بروح وبخلص الدنيا دي يعني. لو في اختيار قدامك ان انت تحقق حلم ليك او لاهلك، هتعمله لمين؟ لا لأهلي، وده اللي حصل زمان. عملت ايه؟ يعني لما جات لي الجامعة أنا قلت قشطة كمبيوتر ساينس، وأقدر بقى أشتغل وأشوف حياتي، عشان أنا الصراحة يعني دماغي ما كانش أكاديميك قوي. هم. لما جات لي هندسة، أو لما حاولت في تقليل الاغتراب وكده جات لي هندسة. أنا دخلتها عشانهم، في الأول وفي الآخر أنا عارف إن دي هتبقى هيدك كبير قوي عليا هم. قدام. هم. وأنا مش حابب المجال قوي، أو مش شايف نفسي فيه. هم. بس انا ما كنتش يعني، انا كنت ساعتها ما كانش طريقي ليه اي ملامح. هم. هل انا هشتغل دي او بي؟ هل انا هشتغل سينماتوجرافر؟ هل انا هشتغل في ايه اساسا؟ والموضوع ده كان بعيد عن دماغي، دي كانت هوايه، كان معايا كاميرا نيكون، بصور بيها حبه حاجات، هم. سمك الكلام دوت. انما مش حاجه كنت راسمها في دماغي فاخترتها عشانها. ممكن يا جو تسحب الكارت التاني وتقولي مكتوب فيه ايه؟ علاقتك مع حبيبتك او حبيبك. هم. انت أه... اصلا عندك حبيبة؟ لا لا لا. دخلتش علاقات قبل كده؟ دخلت واحده من سنتين. وايه اللي حصل؟ يعني مش كانت مشاكل كتير وكده، ما حبيتش ان انا اكمل وسط المشاكل دي كلها، عشان انا كنت لسه يعني بقالي تقريبا سنة او حاجة في المجال اللي انا شغال فيه دلوقتي. فانا كنت بركز اكتر عن ان انا
اشتغل كويس، اطلع حاجات كويسه الكلام دوت. فطبعا لو انا شغال طول اليوم وفي مشاكل كتير مش هعرف اكمل في حاجه زي كده، ومشاكل بقى يعني ما ينفعش تتقال. كنت حاسس إنها علاقة حقيقية والّا علاقة كده يعني شوية انا ما بدخلش في علاقه الا لما تبقى حقيقيه او احس ان هي حقيقيه. إمم. فانا كنت داخلها على اساس ان هي حقيقيه، بس الطرف التاني ما كانش شايف ان هي حقيقيه. يعني هي كانت داخلة بتهزر؟ أم... ممكن اقول كده عندها اوبشنز تانية غيري كده يعني. إمم. فاكتشفته واكتشفت ده إمتى يعني؟ واكتشفته إزاي؟ في الاول، وبعد كده بقى مبررات اللي هو هتغير والكلام دوت اتقالت في النص. بعد كده صدقتها، كملنا ثانوي. بس مشاكل لما بتزيد وكده انت في الاول يعني الكوباية على اخرها. إمم. فاي مشاكل تانية كانت بتخلي الموضوع مش احسن حاجة. وأهلك كانوا عارفين بالعلاقة دي والّا ما كنتش بتقول لهم؟ لا، كانوا عارفينها، و اهلها كانوا عارفيني برضو وكده. بس انا كنت شايفها علاقة حقيقية وممكن تكمل، بس لا مش. هي ما كانتش كده. لا 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 خالص. في يوم من الأيام لمّا ترتبط، تتجوز، تخطب، هل أنت من الشخصيات اللي لمّا بترتبط آآ ببنت ويحصل بينكم مشاكل، المشاكل دي أنت بتودّيها لأصحابك، تحكي عنها، بتطلّع أسرارك، بتروح تاخد رأيهم في مشكلة حصلت بينك وبينها؟ لأ، يعني هاقول لِك على حاجة. في ناس من صحابي مثلًا إمم. قُلت له عن مشاكلي القديمة ما بيني وما بين صاحبتي القديمة، بس عشان هو مثلًا كان قريب مني وكده، تمام. فكان اللي هو ليه، ليه، ليه؟ والله عشان حصل 1، 2، 3. أوكي. وما دخلتش في details أوي برضه. إنما لو حد معايا ارتبطت أو خطبت أو اتجوزت، لأ، هو ما حدش ليه علاقة بالحاجات بتاعتي أنا. خصوصًا إن أنت لو قُلت مشاكلك لناس وكده، يعني ممكن ده يقول لك كلمة، ده يقول لك كلمة، ده وفي يقول لك الآخر أنتم كلمة. الاتنين بتتصالحوا عادي يعني. وممكن لو اتصالحتوا بعد كده الكلام اللي من الناس التانية ممكن يضايقك أنت طبعًا، قدّام. طبعًا. فأنا باحب أفكّر بمُخّي حبّتين، مش اللي هو يالّا ارمي كلامي في أي حتّة وخلاص. تحب لمّا يكون عندك بيت، أصحابك ييجوا بيتك عادي وتقعدوا شِلّة وتهزروا زي اللي إحنا بنشوفه دلوقتي وبيحصل؟ ومراتك موجودة وعادي وسهرات وقاعدين مع بعض؟ لأ، لو صحابي يعني رجالة بس أكيد مش هاعمل كده. ما هو ده السؤال اللي أنا باسأله لأ، لك، لو لإن إحنا رجالة دلوقتي بس. بقينا نشوف ده كتير. لا، لأ، لو رجالة بس عمري ما هاعمل كده. لا، لا. إمم. أوكي. ما إحنا لينا قهوة ولينا دنيا ولينا بيت ممكن نتجمّع فيه بتاع واحد صاحبنا يعني already ده بيحصل من دلوقتي، بس لو حصلت معايا قدّام مش هاعمل كده. أوكي. اسحب الورقة ماشي. علاقتك مع أصحابك. إيه بقى؟ أنت اللي إيه بقى؟ هتقول لي وأنا اللي هاقول لك علاقتك مع أصحابك إيه؟ لأ، عادي عندي صحاب يعني في كل المجالات، بس ما باحبش القريب. أقرّب لأ، ما باحبش أقرّب حد منّي أوي. ليه؟ ما فيش يعني، دي برضه ترومات من زمان. إمم. إن أنا من زمان لأ، في المدرسة وكده كنت شخص كده تلاقيه على جنب، والله رايح أشوف الدنيا في إيه في المدرسة وأرجع تاني. أيوه، ما هو ليه؟ آآ ما هي التروما دي بتيجي بسبب حاجة معيّنة. حصل لك إيه؟ آآ أنا كنت ساكن في ناحية الهرم أكتوبر وكده، وبعد كده نقلت من بعد سَتّة ابتدائي. إمم. قبل سَتّة sorry تالتة إعدادي. إمم. قبل تالتة إعدادي كنت هناك. لمّا كنت باتعرّف على ناس، إحنا طبعًا كنا عيال صغيرين أوي ساعتها. لمّا كنت باتعرّف على ناس كانت الدنيا مش ألطف حاجة. ما إمم. فيش علاقات بتكمّل، كلّها كان عيال صغيّرة ومش عارف إيه. لمّا جيت هنا بقى ساعة الثانوية والكلام دوّة، لأ الدنيا كانت هادية أوي برضه، على قد دروس مش عارف إيه الكلام دوّة. فما حدّش، ولا أنا قرّبت من حد ولا حد قرّب منّي. إمم. يعني زي ما تقولي كده، ما باحبش يكون في احتكاك أوي ما بيني وما بين أي حد، اللي هو لأ آخرنا صحاب والله، إزيك، إيه الأخبار، مش وفي عارف إيه مجال وخلاص. شغلك؟ مجال شغلي بقى دي الفكرة، إن أنت لازم تبقى يعني اجتماعي أوي مع الناس. بس في الأول وفي الآخر ما لقيتش الناس اللي أبقى وسطهم، اللي أقول دول تمام ودول هابقى معاهم وكده. عشان أنا في الأول وفي الآخر ما باحبش أبقى وسط ناس قليلين في المجال أو حاجة. اللي هو باحب أبقى وسط الناس العالية، يمكن مثلًا في يوم أكبر وسطهم الكلام ده. بس عندي team مثلًا، لأ يعني علاقتي بيهم في الشغل. بس let's say مش يعني لسه ما بنكبرش سوا أوي برضه، فاهماني؟ إمم. إمم. بس.
في مجال شغلك لو لا قدر الله حسيت ان انت ما نجحتش فيه، احساسك هيبقى ايه؟ ما عنديش فرصة لده. بمعنى بمعنى ان ما انا شغال اهو. ماشي، الارزاق دي في ايد ربنا وكل طبعا. حاجة، بس في يوم من الايام انا لو ما قعدتش اسعى مش هدخل المجال. مم. قصدي مش هكمل في مش المجال هتكمل دوت، فيه. ومش هلاقي شغل. مم. فبمعنى اصح انا لما دخلت المجال ده من الاول ما كانش اساسي ان انا ادخل اصور. مم. انا لما دخلت المجال كان الموضوع كله ان انا ما حبيتش ان انا افضل اساسا مدرس ماث. اخرها ايه؟ مش اخرها حاجه. مم. فقلت يلا بينا. انا نزلت خدت العربيه ورحت على مطاعم، قلت والله في فود بلوجرز دلوقتي وفي مطاعم، طب ليه ما بقاش انا اللي في النص اللي وصل الاتنين ببعض؟ مم. فعملت كده. رحت مطعم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرين. أول يوم أنا جمعت تقريبا أرقام 22 أونر، مم. وتاني يوم مش عارف 12 كمان وكده. وبقى في ناس اوكي تعالى جيب لنا فود بلوجرز. مم. ودخلت على كل الفود بلوجرز، عرفت ارقامهم عشان اعرف اربط الاتنين ببعض. فما كلمتنيش ليه؟ انا يعني انا مش فود بلوجر، بس ما كلمتنيش ليه؟ كنت قاعده يلا مستناك بينا. عايزه اكل. يلا بينا، لسه لغايه دلوقتي معايا. مم. بس فدول مثلا كانوا يطلبوا مني ناس وكده. طبعا سمعت لا، وحاجات مش الطف حاجه في الاول كتير قوي، عشان انا طبعا كنت نازل اللي هو فرداني، ولا عندي بورتفوليو، ولا عندي حاجات عملتها قبل كده، ولا اي حاجه. ف فلما نزلت وعرفت ناس بناس ونزلت مع فود بلوجرز وكده، بقى اللي هو طب ما تاخد تصورنا بتاع مش عارف اي حاجه ونتحاسب باليوميه. اوكي. الموضوع في الاول انها حسيت ان كان الموضوع عادي ولا كان تقيل على قلبك؟ لا والله لذيذ. يعني اوكي ماشي، ممكن امشي في الواي دي، مفيش مشاكل. في الاول ما كانش معايا اي حاجه طبعا. فلما كنت بنزل طب صورنا، انا معايا موبايل سامسونج لا ما يصورش ما اساسا. يصورش حاجه. اه. فطب خلاص صورنا بتليفوناتنا واحنا اللي هنعمل اديت. مم. طيب اوكي ماشي. انا كان معايا لابتوب كنت جايبه للدراسه، فجيبوا لي الحاجه انا اعمل اديت. فكنت بصور بتليفوناتهم واخد الحاجه اعمل لها انا اديت. شويه شويه زنقت نفسي في اقساط ايفون 13. يلا بينا عشان انزل بس واصور، عشان كان في مطاعم لما كنت بنزل لها كنت طب ما تصور لنا، مش انت بتجيب فود بلوجرز عشان يصوروا؟ ما تصور لنا انت. فكنت استلف تليفونات ناس صحابي عشان انزل اصور اساسا. جميله قوي. اه. فبعد ما جبت التليفون وكده، اول شركه عرفتها الموضوع ما فيه ان انا كنت داخل اسال على رقم الاونر دوت في مول من المولز اللي انا كنت بروح الف حواليهم. سالت على رقم الاونر، فالويتر اداني رقم مدير شركه بتاعت الايجنت، مدير شركه الماركتينج بتاعت اللي بتدير المطعم ده. مم. فاداني رقمه، انا كلمته على اساس ان هو الاونر، طلع مدير الشركه وكان محتاج ريل كريتور اساسا بالموبايل. والله. اه. فالموضوع بدأ من هنا. كان بيديني ساعتها، الكلام ده كان من سنتين ونص. مش عارف انا مصوص ولا لا دلوقتي، بس تقريبا كان بيديني ساعتها 1500 ولا حاجه زي كده في الشهر كله. مم. كنت بنزل معاه ايام كتير، انا كده كده كنت مصوص. بس كنت عاجبني الحوار ان انا قشطه. يعني انا ما كنتش عارف الارقام. انا كنت بقبض تقريبا مع الاسيستنت في شغلانه الاسيستنت يعني اراوند 2000 ولا 3000 جنيه في الشهر كله. فقشطه يعني، كان لعبه حرفيا. مم. اللي هو كنتش بجيب سجاير، كنتش بشرب، ما فكنت ما كنتش بشرب، انت بتشرب؟ لا فيب بس والله. ماشي. ما انت حسيت ماما هتضيع بيتكلم. فلوسك على الفيب بقى والكلام ده كله والزيوت ملهاش لا لازمه. لا لا لا، مش بجيبها كتير لا. ماشي. بس فكنت ساعتها اللي هو على قد لعب العيال، نازل طالع، وكنت بصرفهم اصلا على مشاوير اساسا يعني وعلى الاكل. انت معتمد على نفسك؟ اه. يعني انت اللي بتجيب لنفسك كل حاجه، تاخدش حاجه من بابا ولا ماما ولا اي حد؟ لا لا لا. لو هم طلبوا حاجه انت طبعا هتعملها لهم؟ من قبل ما يطلبوا، لو حد منهم حسيت ان هو محتاج حاجة قوي او كده بعملها. وانت داخل البيت بتبقى داخل جايب معاك حاجات لبابا وماما، ولا ما ده بالنسبه لك عادي؟ يعني الحاجه موجوده في البيت عادي تشاركهم، يعني ان انت جاي بقى وشايل بقى، انت راجل يعني دلوقتي بتشتغل ومعاك فلوس، فانت داخل بقى البيت بقى ببطيخة، بكيس خوخ، صباعين موز كده يعني. ما ما عنديش عملتهاش الحتة قبل دي. كده؟ يعني ما عنديش الحتة دي. بس يعني انا لما بحس ان هم محتاجين حاجة كبيرة مثلا، مش عارف ايه، صيانة عربية، مش عارف ال... صوت ضميرك من ورا فاهم. ايوه، صوت ضميرها هي. والله ايوه العظيم. من جوه من بطني، بتكلم من ايوه. بطني.
ماما اتكسر لها خلاط ولا حاجه، اجيب لها خلاط تاني. بس لو رحنا سوبر ماركت او كده ده كتير. انا جايب خلاط لنفسي عشان حوار التلج ده. ده بيحصل كتير والله. والله والله العظيم. ناس مهمة في البيت على فكرة. جدا طبعا. بس نرجع لحته كم بس فلما اشتغلت معاه ايجنسي، جارت ايجنسي، تليفون، جبت تليفون احدث، جبت كاميرا يعني 15 برو ماكس. ما شاء الله. بس كاميرا، جابت التانية، جابت التالتة. ما شاء الله. اشتغلت بقى في الحتة دي ودخلت فيها الحمد لله. وكل ده لما باجي ارجع لاصله بلاقي ان انت بدل دخلت في المجال وانت مصر على حاجة، مصر انك توصل لمكانة معينة، عندك عزيمة. بالظبط هتوصل لها. انت لو اي حد في الدنيا عايز يوصل لحاجة طبعا هيوصل لها طول ما هو شايف ان قشطة. انا دخلت في حاجة وما عجبتنيش، مم. دخلت في حاجة وما خدتش عندك فيها ثقة فلوس. بنفسك ومقتنع بقدراتك. بالظبط. مم. بس فهي دي الكور كله. مم. طب ممكن نسحب الكارت الأخير؟ اوكي. علاقتك مع ربنا؟ دي أهم حاجة. لا يعني كويسة الحمد لله. بتعمل إيه يعني؟ ايه. بتعمل إيه يعني؟ هي كويسة آه الحمد لله. بتعمل إيه؟ بتصلي؟ بصلي. مواظب على الصلاة؟ مش مواظب قوي بس بصلي. لو عرفت اقرا قرآن مثلا وانا عندي وقت فاضي بعمل كده، مش طب ليه كتير مش برضو. مواظب؟ ليه يعني مش بيبقى عندك ورد؟ ما بيبقاش عندنا وقت إن إحنا نعمل ده، بس ليه أنت مش بتحاول إن أنت تعمل الاتنين؟ لا، ما انا بحاول اعمل، يعني انا بحاول دايما ان انا اواظب، بحاول دايما ان انا اعمل الاتنين. دايما بحاول، بس ساعات كتير مثلا يبقى ورايا حاجات مش تلاكيك خالص، بس اللي هو ايه، آمم، ساعات بانسى، ساعات باتسحل مثلًا، أروح location من الصبح، أبُص في الساعة ألاقيها 00:00. فدي حاجات باحاول أخلّي نفسي دلوقتي مواظب عليها، عشان في الأول وفي الآخر كل اللي أنا فيه ده دلوقتي هو اللي هو جابه السبب لي أو فيه. هو السبب فيه. آه. بالضبط. مش هاعرف أكبر تاني غير لمّا برضه إيه، أرجع ألتزم عايز وأرجع يسمعك. يعني هو بالضبط، عايز يسمعك يعني. بالضبط، يعني مستني ان انت تخش تصلي وتدعي وتطلب منه عشان يديك اكتر. بالضبط ايه اكتر موقف عدى عليك وحسيت ان ربنا حواليك وبيقولك انا معاك يا جو ما تقلقش؟ كان لسه الموضوع ده حكيه لحد امبارح، بس مش فاكره لا دلوقتي. انت هتنسى، انت جاي عندي تنسى. طيب لغاية أمّا أفتكره، أنا عمومًا كنت داخل المجال دوّة في الأول كان ليّا رغبات عيل صغير عادي جدًا، أوكي، قبل ما أدخل أوي وأبقى عايز حاجات أكتر، أوكي. مم. كنت داخل والله أنا عايز أصوّر كايروكي، عايز أصوّر legacy، عايز أصوّر للأهلي. واحدة، واحدة أنا عمومًا ولا ليّا سِكّة لده، ولا ليّا سِكّة لده، ولا ليّا سِكّة لده. حفلات عمومًا كانت بعيد أوي عن المجالات اللي أنا كنت باشتغل فيها، الأهلي والنوادي وكده كانت بعيدة أوي برضه عن الحاجات اللي أنا كنت داخل أشتغل فيها أو ابتديت فيها. بس واحدة، واحدة سبحان الله في مرّة كلّمني مش عارف حارس الاتحاد السكندري، كابتن مم. مهدي سليمان. مم. هو اللي كان عايز يصوّر حاجة للنادي بتاعه عشان هو عامل نادي عمومًا. طَب اوكي. أوكي صوّرناها، تحب تيجي ملعب؟ يا ريت. طَب إمتى؟ مش عارف إيه، طلع عندهم ماتش مع الأهلي. طَب يالّا روح. صوّرت حاجات وبعتّها للنادي وبعتّها للعيبة كبار في الأهلي، أوكي، حبّوا الحاجات جدًا ونزّلوها عندهم لغاية دلوقتي عندهم، واشتغلت فترة مع النادي الأهلي. مم. نفس الموضوع في legacy وكايروكي، دخلت يعني قعدت بقى إيه، أنخّور. طب والله الحفلة دي يوم كذا، طب هو مين المسؤول عنها؟ والله مم. الشخص ده أنا أعرفه، لأ ده أنا ما أعرفوش، طب أخلّي ده يكلم ده، طب أروح أنا أقابل ده. مم. قعدت أنخّور، أنخّور لغاية أمّا برضه إيه، عملتها. فلقيت شاطر. دايمًا إن الحاجة اللي أنا باسعى لها ودايمًا مؤمن بربنا إن هو هيوصّلها لي، مهم. ان هاوصل لها. شاء الله ربنا إن يحقق شاء لك الله، كل ما تتمنى. إن شاء الله. الفقرة دي أنا بحب اللي يبقى قاعد قدامي يخرج كل حاجة جواه بصدق. إيه جو؟ كله تمام. جو، بعد الساعة 12 بتدخل أوضتك، تقفل على نفسك وتحط دماغك على المخدة، تفتكر إيه وتشوف إيه؟ إيه الماضي اللي أنت بتفتكره؟
ايه الصدمات اللي خايف ان انت تقابلها؟ ايه المستقبل اللي انت خايف منه؟ ايه اكتر حاجة بتوجعك وبتخوفك؟ ما بحبش افتكر في الماضي قوي عشان الماضي ما كانش احسن حاجة. مم. فدايما بركز على الحاضر اللي انا فيه والمستقبل. الماضي ما كانش احسن حاجة ليه؟ يعني ما زي ما قلت لك ما كانش عندي صحاب زمان. مم. even if ما كنتش بحب اقعد وسطهم. ما كنتش بحب اتكلم مع ناس كتير. كنت بخاف ان انا ابقى تقيل على حد او حاجة زي كده عشان اتحطيت في موقف حسستني ان انا تقيل على ناس. حد قالك ان انت تقيل علينا وقوم امشي؟ مش قوم امشي بس انت تقيل علينا. وانت اتصرفت ازاي؟ لا عادي اوكي همشي. اصل في الاول في الاخر مش هرضي جميع الاطراف كناس واهل وبتاع حسيت ان انت من جواك يعني تعبان من ان هم عملوا معاك كده؟ لا يعني مش تعبان بس اتكسرت جوايا حتة الصحاب والهانج اوت with friends والكلام دوت ما خلاص اتكسرت من زمان قوي يعني. سألت نفسك ده بيحصل معايا ليه؟ سألت ربنا ده بيحصل معاك ليه؟ كتير بس ما لقيتلهاش يعني انسر معينة او لا. الموضوع ده مضايقك؟ مضايقني بس لما تيجي تبص الناحية التانية هتلاقي ان ربنا يعني حط لي حاجات كتير قوي تفرحني قصاد ان في حاجة او حاجتين بيضايقوني في حياتي عشان كده انت خايف تدخل في علاقات صداقة مش عايزها؟ يعني لو جت with flow كده اوكي انما انا اتعرف على ناس والكلام دوت لا والله بتعرف على ناس كتير قوي كل يوم مثلا بحكم المجال اللي انا فيه. بس انت شغل اوكي انت اصحاب ازيك الاخبار اوكي. ما بحبش انزل كتير ما بحبش اروح واجي كتير كده يعني. خايف تتصدم من ايه؟ اتصدم من ايه؟ ايه اكتر حاجة خايف انها تصدمك وتتعب بسببها؟ يعني من ناحية ان انا احب ما اتحبش زي زمان ومن ناحية ان انا اكون شايف لنفسي جول كبير قوي في حياتي ما وصلوش. مم. ما فكرتش في لحظة ان انت خايف ان انت تفقد حد؟ افقد حد؟ تفقد حد من اهلك عموما؟ لا من اهلي يعني بتبقى حبة مرعبة سنة بس يعني حاسك مش حابب تفكر فيه او مش عايز تفكر فيه؟ هي مش هي المشكلة ان انا اخر فترة ما بقتش اقعد معاهم كتير فانا ما بقتش اللي هو ما بقتش هما عزازة قوي عليا طبعا كل شوية بفكر فيهم. بس الفكرة كلها ان انا ما بقابلهمش كتير فاهماني. مم. فانا اكيد مش عارف وضعي هيبقى عامل ساعتها ازاي بس اكيد لو فقدت حد منهم اكيد هبقى زعلان قوي يعني. ولما بتقابلهم افكاركم بتبقى متقاربة ولا كل واحد في حتة تانية؟ ممكن انا واخواتي عشان يعني ليا اخ صغير يعني مم. بيبني معلوماته مني. مم. اختي في نفس سني انما اهلي لا مش في نفس السن قوي. مم. بس كان والدي دايما شايف ان كل حاجه انا بعملها غلط في حياتي. ان مم. انا اشتغل غلط ان انا انزل جيم غلط. ما كانش بيحفزني على اي حاجه انا بعملها لغايه اما لقى ان انا ماشي في الطريق الصح وده يعني دي التويست اللي في حياتي. ان انا لو كنت سمعت من الكلام اللي قاله ما نزلت الجيم انا كنت مش عارف 45 كيلو ولا حاجه زي كده كنت عصايه قوي. مم. لو ما كنتش اشتغلت عشان كان بيقولي هو انا مش مكفيكوا من حاجه وكده وهو خدها من حته اللي هو انا مش مكفيكوا او كده وهي لا طبعا. بس اكيد هو ما كانش هيشيل مصاريف الجامعه وهيشيل مصاريف انا كمان ومصاريفي. لا انا كنت ساعتها بقى ايه دخلت الجامعه والدنيا متفتحه جدا هدوم بقى مش عارف ايه صحاب نزول فانت كنت الكلام حابب دوت. تشيل معاه؟ كنت حابب اشيل معاه في الاول مم. بس لغايه اما لقيت انه يعني باللي هو بيدوني هو ما بيشيلش حاجه عشان هو برضه على الزمن القديم يشوف مم. دايما انه ليه مثلا نخرج ب 200 300 جنيه اللي هو ليه نخرج ب 200 300 هتعمل جنيه بيهم ايه؟ بالظبط هتعمل بيهم ايه. مم. هتجيب بيهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه بس دلوقتي يعني مم. اي اكل خلاص انت صرفتهم. مم. فلما انا دخلت في الحته دي لقيت ان انا اصلا لا انا عايز اشيل كل ده مسؤوليتي انا عشان اقدر اجيب اللي انا عايزه اعمل اللي انا عايزه الكلام ده كله. مم. طيب
انت شايف المستقبل عامل ازاي؟ المستقبل بسيبه بيد الله طبعا، طبعا. بس انت شايف ايه؟ بتتمنى ايه؟ حلمك ايه؟ انا طبعا سايب الدنيا كده يعني ما بفكرش فيها قوي. مركز دايما ان اليوم بيوم، اللي هو انا صاحي ورايا ايه الاسبوع ده، ورايا ايه اليوم ده، وهعمل ايه. لازم كل حاجة تتعمل كويس على قد ما اقدر. انما انا بتمنى حاجات طبعا، وان شاء الله تحصل يعني باذن الله وبسعى لها. بس كأن انا احط في دماغي حاجة اخاف منها من المستقبل او كده، لا والله. هو في الاول وفي الاخر ده نصيبك، وانت هتاخد اللي ربنا كاتبه لك، مش اكتر او اقل. صح. فعادي، حبة هتزعل، حبة هتتضايق، حبة هتفرح جدا بالحاجات اللي انت فيها، قشطة يعني. وان شاء الله ربنا يحقق لك كل ما تتمنى، ان شاء الله، وهتوصل ان باذن شاء الله. الله باذن الله. ان شاء الله. ايه يا جو؟ ايه ايه انت؟ يعني عامله لك مفاجاه صغننه كده، اكيد. تيجي نشوف المفاجاه؟ اوكي. الو الو. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. جو معايا في البرنامج وعايزه حضرتك تقول له كلمه. اكيد. هو يوسف، سامعك دلوقتي. تمام. هو يوسف ده من اعز الاصدقاء عندي يعني، وهو ما شاء الله عليه مجتهد، اذا كان في شغله او حتى في دراسته. ايوه. هو بصراحه شخصيه جميله جدا يعني، واحب جدا ان هو حد من صحابي. يوسف صاحب صاحبه جدا. يوسف صاحب صاحبه جدا في اي وقت وفي اي مكان. وجدع يعني. جدع جدا. هو سامع كل اللي انت بتقوله على فكره. حبيبي حبيبي. ميرسي قوي، ربنا يخليك، شكرا. العفو على ايه؟ العفو. ميرسي، باي باي. والمجال واللي بيني عشان ده بس ايه نفس المجال، فلازم حاجه زياده. معلش انا اسقف تاني عاش عاش. ميرسي يا جو، تسلم، شكرا شرفتني ليك. والله، شكرا ومبسوطة ليك. بيك جدا، مبسوطة ان انت مجتهد وعايز تعمل حاجة لنفسك وبتعتمد على نفسك، ودي حاجة احنا ما بقيناش نشوفها دلوقتي، وربنا يكرمك ويوفقك وتحقق ما تتمناه. ان شاء الله. شكرا ليكي جدا، شكرا ليك.